الساعة كانت 3 الفجر والموبايل رن. في شقة بسيطة في القاهرة العيلة كلها نايمة، وفجأة مكالمة. الأم صحيت مفزوعة، رقم غريب. ردت، صوت راجل قال بسرعة: لو سمحتي ابنك عمل حادثة. الدنيا سودت في عينيها. صحت الأب، لبسوا على العجل ونزلوا الشارع من غير ما يفكروا. في المستشفى سألوا عن اسم ابنهم. الممرضة بصت في الكمبيوتر وبعدها قالت: مفيش حد بالاسم ده. اتلخبطوا. الأب حاول يتصل بالرقم اللي كلمهم، مقفول. في اللحظة دي دخل شاب من باب الطوارئ، نفس سن ابنهم تقريبا. الأم قربت منه تلقائيا، مش ابنها، بس الشاب كان مرعوب، لوحده ومفيش حد معاه. اتضح انه عامل بسيط اتخبط بعربية والموبايل وقع منه. الشخص اللي لقى الموبايل اتصل بأول رقم ظهر قدامه، وكان رقم الأسرة دي. العيلة ما سابتش الشاب، قعدوا معاه، جابوا له أكل ودفعوا له جزء من العلاج. وبعد ساعة ابنهم الحقيقي رن عليهم: أنا كويس، كنت نايم ومقفل الصوت. الأم ساعتها قالت جملة واحدة: ربنا صحانا علشانك مش علشانه. أحيانا مكالمة غلط بتخلص حد من الوحدة.